إذا قامت الثورة الجزائرية 1950 وكان تعداد السكان بالجزائر 8 مليون، هل يعقل أن الفرنسيين قتلوا يعني هذه هولوكوست بصراحة 1.5 مليون شهيد؟ هذا مو منطقي. طيب ورا ما تطالبون تعويضات هالحين؟ إذا كان الكلام صحيح، أنا من خلال بحثي البسيط بالموضوع هذا 156 شخص اللي قتلوا، مع احترامي للجزائريين، من قتل 156 شخص بسجن وهران وسجن قسنطينة وسجن الجزائر العاصمة. لكن جمال عبد الناصر قال بلد ال1 مليون شهيد، مدري 1.5 مليون شهيد. أنا أعتقد فرنسا دولة مش غبية إنها تقتل ثلث الشعب ولا ربع الشعب ولا عشر ولا خمس. وبعدين ترى بال50 العالم منظم في أمم متحدة ومحاكم دولية وأمريكا موجودة